السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا للوحدة الخامسة لمنهج الصف الأول ابتدائي. الوحدة الخامسة تقول يونت 5 بيقول لي on the farm. كلمة on هنا مش معناها على، في كلمات كده معينة أو في شواذ في اللغة الإنجليزية. كلمة on هنا معناها في المزرعة، مش معناها على. زي ما أقول لك مثلا the boat on the sea، مش معناها المركب على البحر، لا في البحر. تمام. فكلمة on هنا معناها إيه؟ معناها في. on the farm يعني أكيد هنتكلم عن إيه؟ أكيد lesson 1 بيقول لي welcome to the farm، مرحبا بكم في المزرعة بتاعتنا. وهنا بيقول لي farm animals، animals حيوانات المزرعة، ما تقولش animals. farm animals. أول حاجة عندي بطة duck، يو هنا شورت يو والسي كي بنطقها دك. بقرة كاو، الاو دبليو بتعمل او كاو معايا. كاو. دجاج يعني تشيكن، اسمها مقطعين، تشي شورت اي، كن شورت اي، تشيكن والسي اتش بنطقها تشا. حصان يعني هورس، لونج او، الاو ار بتعمل لونج او هورس والاي سايلنت. كبير الحجم يعني بيج، عايز اقول ذا كاو از بيج. وصغير الحجم يعني small، أقول لك the duck is small. كلمة مرحبا يعني welcome. كلمة أيضا to. كلمة يحب love. كلمة ماذا عن what about. نكمل. احنا قلنا التدريبات هنحلها في الآخر، مش بنحل التدريبات دلوقتي خالص، بنحلها في الآخر. نكمل. هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي look at the، هنا محادثة. look at the cow، البنت بتقول للولد بص للبقر. look at يعني انظر إلى. look at the board بص على السبورة. look at the cow بص على البقرة. قال لها واو the cow is big. هنا كده ايه كلمة big صفة، البقرة كبيرة. and look at the duck. duck لها بص للبطة، لها the duck is small، البطة مالها صغيرة. قالت له do you see the horse. انت هل، كلمة do هنا معناها هل، هل انت شايف الحصان؟ قال لها yes the horse is big too. the horse is big يعني الحصان كبير، too ايضا زي البقرة يعني. طيب البنت قالت له وات اباوت ذا تشيكن، ماذا عن الفرخه؟ كبيره يعني ولا صغيره؟ هم بيتكلموا عن حاجه معينه، عن بيج وسمول. قالت له وات اباوت ذا تشيكن، ايه رايك في الدجاجه او الفرخه؟ قال لها ذا تشيكن از سمول، الايه الدجاجه صغيره. قال لها، قالت له اي لاف فار انيمالز. طب مطلوب مني ايه بقى يا جماعه هنا؟ لازم استخدم الصفات دي. يعني ارجع كده فوق واقول ايه؟ اعلم ابني اقول شافه كده the duck is small, the cow is big, the chicken is small, the horse is big. لازم يقول كده. وكلمة love هيقول I love the farm animals. هو جايب لي الكلمات دي عشان نعرف نتكلم، لأنه كل المنهج الجديد بيتكلم عن المحادثة. تمام. كده أنا استخدمت الكلمات كلها فين؟ في عمل جمل، وأقدر أخليه يعمل إيه؟ يعمل جمل. نكمل. يبقى كده حطينا الإيه؟ الدرس. هو ده درس الأول والتاني مع بعض lesson 1 بس. lesson 3 بيقول لي numbers from 6 to ايه to 10، يعني الارقام من ايه. هننزل تحت شويه نجيب الدرس الثاني، لان الترتيب هنا غلط، الثالث جاي قبل الثاني، التصوير جاي غلط. هنجيب الدرس الثاني ونشرحه ان شاء الله. الدرس الثاني اهوت بيقول لي فونكس شورت، صوت حرف الام. the m makes a sound او ممكن اقول ما milk، ما mouse، ما mango، ما نون، ما monkey. كلمات دي حفظ طبعا، حفظ. صوت تاني صوت حرف الجي، الجي بنطقها ج جوت، ج جلافز. خد بالك الاو هنا بنطقها جلافز، ما تقولش جلوفز. جلافز يعني قفاز، جوانت يعني. جيتار يعني جيتار. ج جريبس، جريبس. جيرل تاني جوت، جلافز، جيتار، جيرل. وهتقول جيرل، جيرل، جريبس. ده الدرس الايه التاني، سهل جدا مش فيه حاجه. نرجع فوق بقى ونجيب الدرس التالت، لا هيكون صعب شويه. lesson 3 بيقول لي numbers from 6 to 10. numbers from 6 to 10، الارقام من 6 ل 10. احنا خدناها في الوحده الثانيه تقريبا من 1 ل 5. 6 يعني 6 اس اي اكس، هنحفظها كتابه واملاء يا جماعه. 7 7، اوعى تقول 7 7.
SEVEM 8 8 EIGHT الاي اي جي اتش هنا بنطقها A. الاربع حروف دول كلهم بنطقهم A. تمام. 9 9 NINE 10 10. طبعا خدناها في الوحده الثانيه. هاو ماني كام العدد. حيوانات خدناها فوق animals. يحب love. ممتع fun. يعد count. كثير من a lot of. a lot of او a lot of بس افضل a lot of. تمام. هنا بيقول لي تامر وساره. تامر بيقول هل اهلا. هاي تامر. هاي ساره. How many horses can you see؟ انت شايفه كم حصان؟ قالت له I can see 7 horses. انا شايفه 7 احصنه. قال لها let's count the ducks. يلا نعد الايه؟ البط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are 9 ducks. يوجد خدناها قبل كده. There are يعني يوجد 9 ايه؟ 9 بطات. That's a lot of animals. هذا عديد من الكثير من الحيوانات. قالت لها counting farm animals is fun. لما نعد حيوانات المزرعه ده حاجه بتكون ايه؟ بتكون ممتعه جدا. هنا بيقول لي هاو ميني خدناها قبل كده مش هشرحها كتير. هاو ميني بيجي وراها اسم جمع. هاو ميني بيجي وراها اسم جمع. تمام. هاو ميني بيجي وراها اسم جمع. هاو ميني ducks can you see؟ انت شايف كام بطه؟ قال لها I can see 4 ducks. تمام. وخدنا قبل كده برضه there is و there are. خدنا there is بيجي وراها اسم مفرد و there are بيجي وراها اسم جمع. there is a horse. there are 8 pens. من لام. يبقى there is معناها يوجد بيجي وراها اسم مفرد و there are معناها يوجد بس بيجي وراها اسم جمع. عشان كده الاختياري لازم ناخد بالنا. تمام. في كمان عندي هنا محادثه. بيقول لي look at the cow. بص للبقره. واو the cow is دي خدناها دي الدرس التاني. تمام. طيب كلمة بيج وسمول. كلمة بيج وسمول دي اللي خدناها فين؟ في الدرس اللي فوق يا جماعة اللي هو بيج يعني ضخم أو كبير وسمول يعني the cow is big the horse is big the duck is small the chicken is small. تمام. ده كده إيه الدرس الدرس التالت. هناخد بقى إن شاء الله الدرس الرابع ونختم الوحدة التالتة بإذن الله تعالى. الدرس الرابع ان شاء الله والاخير في الوحده هو بيتكلم عن فونكس وصوت حرف الاو. الاو صوته اكتوبوس. اخطبوط يعني اكتوبوس. اوليف. اوليف. اون. ستريتش. ستريتش يعني نعامه. الصوت هنا حرف الاف. ذا اف ميكس ساوند فيش. فوكس. فورك. فروج. فيم. ده كده اخر درس. ان شاء الله الوحده الجايه هتكون عن طبعا كمان دي حفظ ما فيهاش شرح يا جماعه. احنا قلنا حرف الاو وحرف الاف. الحصه الجايه هناخد ان شاء الله مراجعه على الوحده الخامسه كامله كل الكلمات وكل القواعد اللي فيها باذن الله تعالى. اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.